ده حسين الشحات اول ما نزل عامل زي القرموط اللي بتطلعه من الترع على طول، ما تعرفش تمسكه. تيجي تمسكه القرموط ما تعرفش تمسكه. يا عم انت رايح فين؟ تمسكه من ديله اوعى اشوف واحد زملكاوي واحد بس زعلان. اوعوا تزعلوا ان انتوا اتهزمتوا من الاهلي. عارفين ليه؟ احمدوا ربنا ان انتوا خرجتوا من المباراة 2-1. ده اول ما حسين الشحات نزل المكنة، على رأي اسمه ايه ده، المكنة طلعت قماش. اول ما حسين الشحات نزل كورة، هو ضربة جزاء، هوب هدف. احمدوا ربنا إن انا كلنا كزملكاوية يعني ان احنا طلعنا كده. الاهلي ضاغط من اول الدقيقه 12 لحد ما المباراه خلصت. الاهلي تحس انه هو حالف للنادي الزمالك. والله انا سايبه غير لما اطلع بالمباراه دي 3-4. النهارده المدرب بتاع الزمالك ده تحس ان هو واخد فلوس. انتوا عارفين البتاع اللي جايبينه ده، الحكم اللي جايبينه من بره من اسبانيا، اقسم بالله العظيم انا واحد اهو بيحب الكره اتصدمت. كان واقف مع الزمالك قوي. ضربة جزاء، قال لك مش ضربة جزاء، فاولات كتير عدي. يعني انت عارف الحكم ده عمل ايه؟ ادى للزمالك كوره، قال لهم دي ضربة جزاء ليكم، هدف اهو، انا اديتكم هدف، اكنه هو اللي دخل هدف. كملوا بقى. حسب ضربة جزاء نادي الزمالك. الشناوي تألق، الراجل عدى لعب وازح نط تألق. يلا بقى، يلا يا زمالك، ده الكرة ضربة الجزاء اتعادت مرتين، ما بتحصلش دي الا كل 15 سنة مرة. ضربة الجزاء اتعادت مرتين، عادها لك مرتين. مرة اتصدت من عبد الله، قال لك لا مش عارف في خطأ اتلعب التاني من حسام عبد المجيد. خلاص حسام جابها. شدوا حيلكم بقى، الاهلي ضاغط اضغطوا معاه، الاهلي ضاغط اضغطوا معاه. طب الاهلي جاب هدف مش مشكلة، الراجل ما هو ضاغط، الفريق ضاغط. يبقى واحد قصاد واحد، نطلعوا من المباراة كده رايقين مش عاوزين فوز. هوب تلاقي اللعيبه كلها رجعت ورا، بتوع الزمالك كلهم بلا استثناء. ده حتى ناصر منسي ما بقاش ناصر منسي، ناصر منسي هناك في اقصى اليسار بعيد عن المرمى وبعيد عن الكوره، وراح شلط الراجل في راسه ياسر ابراهيم، مش عارف مين كان هيبوظها له، بعيد كل البعد. ومع ذلك سايبه. منزلته ليه بس؟ ما كان اسمه اللي اتصاب وطلع ده، نزلته ليه؟ كنت تشوف اي حد، شوف اي حد مكانه يا راجل. لا مباراة والله العظيم الزمالك يحمدوا ربنا ان احنا خرجنا كده. احمدوا ربنا. ده الاهلي كان ياخد المباراة دي 3-4-6-7 وانت طالع. ده الاهلي ضيع فرص بالجملة. الزمالك خد المباراة دي كده حاجة جايله هدية. يعني 2-1 الزمالك اتهزم 2-1. رضا. ده حسين الشحات اول ما نزل عامل زي القرموط اللي بتطلعه من الترع على طول، ما تعرفش تمسكه. تيجي تمسكه القرموط ما تعرفش تمسكه. يا عم انت رايح فين؟ تمسكه من ديله والله والله يا عم يضحك وعم يبكي. كنت جايب الكوره اهي بتاعت النادي عشان اعمل عليها الفيديو، بس ماليش نصيب، ماليش نصيب. فبصراحه والله يا حسين الشحات خساره. تعالى الزمالك هديك يلا هارد لك، ما تزعلوش وانتوا خرجتوا من المباراه. رضا، احمدوا ربنا ان انتوا خرجتوا كده. ده الاهلي ما كانش، ده الاهلي كان هتحس ان هو حالف. وبعدين ده الزمالك دلوقتي في المركز الاول، ليه مباراه هيفوزها هيمسك المركز الاول. ما فازهاش الاهلي هيلعب مع كهربا الاسماعيليه يوم السبت، انت يوم السبت والاهلي يوم السبت. ما فزتش المباراه بتاعتك يوم السبت، الاهلي هتلاقيه فايز وجايبك في المركز الاول. الاهلي خسر هينزل تحت، الاهلي هتلاقيه تحت، بس الاهلي مش هيخسر خلاص. ما بقولك المكنه طلعت قماش.